من المتاحف اللي بجد مظلومة وقليل اللي بيروحها متحف الفن الإسلامي. هو من أكبر المتاحف الإسلامية في العالم، والمتحف فيه مجموعة من التحف الإسلامية عبر عصور مختلفة من الخلافة الأموية حتى العصر العثماني. والمتحف فيه أكتر من 100,000 قطعة أثرية، ومن أشهر المعروضات مصحف من أهم وأقدم النسخ للمصحف الشريف، وبيميز المصحف إنه مكتوب بالخط الكوفي القديم بدون تشكيل أو تنقيط عشان يبقى شاهد على زمن كتابة القرآن الكريم الأولية. ويقال إن المصحف يعود لعهد الخليفة عثمان بن عفان. والمتحف مليان بتحف كتيرة، من ضمنها لوحتين من الذهب مرصعين بالألماس والزجاج الملون بالذهب ترجع لأسرة محمد علي، ومصحف بغلاف من الذهب الخالص وبرضه بيرجع لأسرة محمد علي. ومن المعروضات اللي عليها أساطير كتيرة هي القميص المسحور، ويقال إن أي حد لو حاول يلبس القميص ده هيموت، والقميص بيرجع للخلافة العثمانية والصفوية. القميص مرسوم عليه دواير ومربعات، وجوه كل مربع ودايرة مكتوب حروف وأرقام وأسماء الله الحسنى، ومكتوب عليه طلاسم بالحبر الأسود والحبر الأحمر. وكان الغرض من القميص ده إنه يحمي الملوك من الأمراض، وإن لو شاركوا في أي حروب ما يتأذوش. ومفيش من القميص ده في العالم كله غير 6. ويقال إن القميص ده كان وسيلة لاستحضار جن عشان يحقق كل مطالبه. ومن أشهر الملوك اللي لبسوه الملك سليمان. تفتكروا بعض الاساطير اللي على القميص السحري ده ممكن حد يلبسه ويفكر ان هو يتجرأ يلبسه؟ انا خايف الصراحه. ودي كانت الأدوات اللي كانوا بيستخدموها في الطب. وكمان كان في شبابيك من العصر العثماني، وآلات موسيقية زي الطبلة والدف، وكمان شباك مشربية من العصر العثماني. وهنا بقى غرفة النسيج في العالم الإسلامي، واللي كانت مميزة بنقوش السجاد على الطراز الإسلامي. وكان في سجادة من الصوف والحرير مع خيوط من الذهب والفضة من العصر الصوفي. ومن ضمن أشهر المعروضات في المتحف تركيبة من الخشب لضريح الإمام الحسين من العصر الفاطمي. ومن ضمن المعروضات نسخ مختلفة من المصحف الشريف، ومجموعة من الخزف من إيران وتركيا. وكان في مجموعة من النقود في عصور مختلفة، زي النقود في العصر الأموي، والنقود في العصر العباسي، ونقود ما قبل الإسلام، وفي نقود في عصر أسرة محمد علي، وكمان النقود العثمانية. وكان في حاجة زمان اسمها الصمغ، وهي كانت بتستخدم في وزن العملة الشرعية. وكان في سيوف من مصر وإيران وتركيا والهند واليمن. ومن ضمن أشهر المعروضات مفتاح الكعبة من العصر المملوكي، ودليل القبلة من العصر العثماني. ومن ضمن المعروضات المميزة كورة سماوية من النحاس من العصر العثماني، وبرضو كان في بوصلة من النحاس والفضة من العصر الصفوي. ومن ضمن الحاجات المميزة هي الاسترلاب من النحاس والذهب والفضة من العصر العثماني، وكانوا العلماء المسلمين بيستخدموه لرصد النجوم وقياس الوقت. وكان في اطباق وخزف من العصر الفاطمي. وبجد المتحف مليان حاجات كتير قوي، المتحف كان جميل جدا.
وبعد كده اتحركنا ورحنا على تاني مكان هنروحه وهو متحف البريد، وهو برضو من ضمن المتاحف المظلومة اللي قليل اللي بيروحها. مش هكدب عليكم، انا نفسي انصدمت من شكل المتحف من جوه. من الحاجات اللي عرفتها لما روحت هناك هو احنا في المعتاد لما نيجي بنسافر على الطريق بنلاقي يفط مكتوب عليها فاضل مثلا 100 كيلو على القاهرة او فاضل 200 كيلو، بس حد فكر منين نقطة البداية اللي بيقيسوا منها؟ انا عن نفسي كنت بحسب من اول البوابة بتاعة القاهرة، جيت هنا وعرفت انها من النجمة دي تعتبر مركز القاهرة الكبرى. من هنا بيقيسوا المسافات من عند نجمة الخديوي اسماعيل. بعد كده بنخش أول قاعة وهي قاعة تاريخ الاتصال، واكتشفت ان علاقتنا بالبريد من ايام الفراعنة. في مخطوطات بتأكد ان القدماء المصريين اول ناس استخدموا المراسلات، بعدهم الرومان والعرب. وكان في الادوات اللي كانوا بيستخدموها زي المحبرة وورق البردي والحمام الزاجل. وكان في رسالة من المماليك مكتوبة على عظمة جمل. وكان في غرفة كاملة بس لمكتب الخديوي إسماعيل. وكان في أول لوح لطبع طوابع البريد. أما الغرفة دي فكان فيها أول طوابع اتطبعت في مصر. ودي الغرفة الخاصة بصندوق البريد، وكان فيها أول صناديق بريد مصرية اتعملت. كان فيها صناديق مختلفة زي صندوق البريد الجوي وصندوق البريد المستعجل. أما بقى الغرفة دي فهي خاصة بساعي البريد أو البوسطجي، من ناحية الزي الرسمي لساعي البريد والشراط الخاصة بيه والشنط الخاصة بساعي البريد، غير شنطة البريد نفسه، وكمان الأدوات اللي كانت بتبقى مع ساعي البريد من اكسسوارات زي الحزام والساعة. ولكن كنت أول مرة أعرف إن ساعي البريد كان بيمشي هو معاه مسدس، وكمان الأختام الخاصة برجل البريد أو العهدة. وكان في نموذج لمكتب البريد في راس البر. وكمان كان في صور لموظفين البريد. وكان في جناح كامل بيحكي تطور نقل البريد المصري من عربيات وأبخرة طارات حتى الطيارات. كان في ماكيتات لمكاتب البريد في محافظات مختلفة زي محافظة أسوان. والمتحف مليان حاجات كتيرة، وكمان فيه الطوابع الخاصة بكل بلد زي الكويت وفرنسا، الصين،
وغيرهم كتير. وكان في غرفة خاصة بأزياء رجال البريد في بلاد مختلفة. وكمان صناديق البريد الخاصة بكل بلد. كان في حاجة أول مرة أعرفها لما رحت، هي إن في حاجة اسمها طوابع المشاهير. من الحاجات اللي لفتت انتباهي في متحف البريد لوحة بتتكون من 13440 طابع اللي بيحمل صورة الهرم وأبو الهول. ومن ضمن الحاجات اللي كانت موجودة زمان ومش موجودة أصلا دلوقتي هي آلة بيع الطوابع. في الأول بيحطوا كوين في المكان بتاعها، وبعد كده بيطلع لهم زي الصورة بتاعة الطابع اللي هيطلع لهم، وبعد كده من هنا من تحت بتبدأ تطلع لهم الطوابع. واخر حاجة شفناها في المتحف كانت الآلة الخاصة بطبع الطوابع، وكمان عربية البريد الخاصة بالملك فاروق اللي كانت بتوصل البريد من وإلى قصر عابدين. وبس كده، أتمنى يكون الفيديو عجبكم والمتحفين عجبوكم. بجد المتحفين كانوا أجمل من بعض، وعرفت حاجات أنا كنت أول مرة أعرفها.